بالنسبة ايه المعيار من وجهة نظر حضرتك يعني كمتخصص في المجال ده، ان المريض يحكم ازاي على الطبيب نفسه؟ هو انا كطبيب احكم ازاي م. والمريض يحكم ازاي؟ انا كطبيب ببساطه شديده جدا اقدر اقول لك لو انا هحكم على الناس او على الزملاء او على اساتذتي او على اخواتي الصغيرين في المجال، يعني ان الشغلانه اللي ما كنتش فيها صبي عمرك ما هتكون فيها معلم. ده مثل دارج بنسمعه كتير، يعني المثل ده مش بينطبق على ارباب الحرف بس، لا، المثل دوت بينطبق اكتر على المجال الطبي بالذات، لان الطبيب بيمر بمراحل كتير قوي. المراحل دي لو جينا نبص لها كده هنلاقيها اكتر مثال معبر عن المثل اللي انا قلته ده، ان هو بيبدا صبي لحد ما يبقى معلم. يعني مثلا اول ما الطبيب يتخرج ويبدا ياخد تخصص بيبقى اسمه طبيب مقيم، او بنسميها فتره النيابه. الفتره دي بتاخد لها من 3 ل 5 سنين. خلال الفتره دي هو بيبقى جونيور، وبعدين سب سينيور، وبعدين يبقى سينيور، وبعد كده يبقى اخصائي، وبعدين بعد ما يبقى اخصائي خد الماجستير يبدا يجهز عشان يكون استشاري او ياخد حاجه اسمها تخصص دقيق. فهتلاقي الطبيب بيمر بمراحل كتير قوي. خلال المراحل دي المعيار مش العلم بس، هو بيذاكر كويس قوي، لكن المذاكره لوحدها عمرها ما هتطلع طبيب كويس. المذاكره لازم تكون مرتبطة بحد هو بيشوفه بيعمل حاجة وبيساعده وهو بيعمل الحاجة، وبعدين بيبدأ يقلده وهو بيعمل الحاجة، وبعدين بيقلده كذا مرة تحت إشرافه، وبعدين يبدأ يشتغل لوحده تحت إشرافه لحد ما يبقى أخد اللايسنس أو أخد الابروفل إن هو يشتغل لوحده. أنا من وجهة نظري علشان أحكم على زميل أو أحكم على حد من الناس اللي بيشتغلوا في التخصص دوت هو كويس ولا لأ، فأنا ببص هو اتعلم على إيد مين، وعلى أساس هذا المبدأ ابقى عارف الشخص اللي قدامي دوت كويس ولا لا. بالنسبه للمريض بقى، المريض للاسف هو ما عندوش ادوات كتير يحكم بيها. بس انا يمكن طلعت قبل كده في كذا برنامج وقلت انه من اكتر الوسائل الامنه اللي المريض ممكن يحكم بيها على الطبيب انه يسال طبيب زميله. يعني مثلا انا عندي في العيله طبيب، عندي في العيله او عندي صديق العائله طبيب، او عندي حد طبيب انا بثق فيه في تخصص تاني خالص، فانا ممكن اتوجه له اقول له والله انا عاوز اعمل عمليه حقن مجهري، او انا عاوز اعمل منظار رحم، اروح لمين؟ غالبا احنا كاطباء بنبقى اكتر ناس عارفين بعض مين كويس، وعارفين الافضل؟ مين اللي شاطر كويس، ومين تمام. اللي عنده سكيلز في حاجات معينه، ومين اللي احسن من مين في السكيلز ديت. فدي من اسلم الطرق. ولكن برضو ما اعتقدش ان ده بيحصل دايما. المريض المصري او عموما مش المصري بس عشان ما نظلمش الناس، يعني السوشيال ميديا دلوقتي بقت بيلجأ هي للسوشيال المحرك. ميديا. بالظبط كده، بقت هي المحرك الاساسي للناس في مساله الدعايه الطبيه وفي مساله البحث عن طبيب في اي تخصص.